السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بألف خير. هذا الفيديو غادي نشاركه معكم، لأن بزاف ديال الناس دخلوا عندي على حسب العلاج ديال البهاق أو البرص، اللي فيه البرص أو فيه البهاق. يعني أنا تبعت بزاف ديال الوصفات وما لقيت حتى شي نتيجة. ومن بعد تصادفت مع واحد السيدة كان فيها البرص وتعالجت منه، ونصحتني بالاخ فاتح اللي كي كيتابعوا بزاف ديال الناس في الخارج وهنا في داخل المغرب، ونصحتني، وهي اللي كوموندات لي الدواء من عنده، وبديت دابا مده هذا شهر تقريبا. مهم في الوجه ديالي ما بقاش مره، ولكن بالنسبه لي انا ما بديتش العلاج يعني من بدايه الصيف، يعني شهر 6 و7 و8 و9 و10. انا ما بديته حتى شهر 9، يعني الشمس بدات كتبرد، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد انني لقيت النتيجه ايجابيه. واخا دابا باقيين في ايديا، باقي في رجلي في ايديا، باقي العلاج مستمر. نتمنوا الشفاء للجميع. المهم انا غادي نوريكم الوصفه اللي بديت بها العلاج، وغنخلي لكم صور بعد وقبل، ومهم وفي اخر الفيديو تفرجوا حتى الاخر، وغنخلي لكم باش تواصلوا مع الاخ فاتح اللي كيدير لايفات، كيدير يعني اللي بغى يتابع معاه وياخذ لا كوموند من عنده، كوموندي من عنده هاد الدواء راه 100%، يعني راه كاينه واحد النتيجه بالنسبه لصحاب اللي عندهم البرص. راه الحمد لله كاين العلاج، راه تعالجوا الناس، والبهاك راه ما كيبقاش، وحتى البرص راه ما كيبقاش، ولكن مع العلاج ومع تتبع النصائح والوصفه 100% تكون من عنده. لان هاد العشبه اللي كتطحنيها خاصها تكون على اليد ويكون معروفه، يعني معروفه من جايه ومن، لان كاينه ما كايناش صحيحه. ايوا مهم غادي نقول لكم شنو الوصفه بعدا. هذه هي الخله البريه، هي كما كتشوفوا، هي هذه الخله البريه. هي انا كنطحن غير المقدار اللي بغيت. الخله البريه هي هذه. كاينه حبوب اللقاح اللي هو هذا وهذا، وكاين العسل الحر ديال النحل هو هذا العسل، يعني الا بغيتي حتى من عنده العسل الطبيعي راه كاين. وكاين واحد نوريكم، كاين هذه راه يلا خديتها خاطونه، لان حتى هي من ضمن العلاج اللي خاصك تتبع. خاطونه هي هذه، كتاخديها معلقه مع الصباح بكري باش تنظف لك المصرى. هذه ضروريه هي في العلاج. انا بقريبه الساليه. بالنسبه لهاد الخله البريه، هاتي انا نوريكم كيفاش. هي هذه من بعد ما طحنتها، هي هذه انا قريبه الساليه، خصني نطحن المقدار ثاني. هي هذه كطحنيها، ممكن تغرب ليها ممكن ما تغرب ليهاش، المهم انا كنطحن غير القياس. انا غنوريكم الطريقه، ولكن مع الريجيم كتقطعي شحال من حاجه، شحال من حاجه كتحيديها. كتحيدي البيض الرومي، كتحيدي الفرص، كتحيدي الحليب والمشتقات ديالو، كتحيدي الدجاج الرومي، كتخلي غير البلدي، والبيض البلدي كتاكليه، البيض الرومي لا. الخضره مهم راه كتاخدي الخضره، اللحوم كتاخديهم، زيت العود كتاخديه. المهم هادشي هو اللي في الرجيم. المهم انا غنخلي لكم واحد المطبوع
في اخر الفيديو، حتى تبعوا الفيديو المهم حتى الاخر وغادي تكتشفوا معايا الطريقه. المهم هذا حتى غادي نقيو الغربه الماء طحن منه. كناخذ كاس، مقدار كاس. بالنسبه اول حاجه كتاخدي هذيك سميتها كناخذوا معلقه ديال هذه بعد قبل الغدا. كتاخدي معلقه ديال حبوب اللقاح، معلقه صغيره هي هذه شوف. وكتاخدوا الماء طايب او طيبته والقياس. المهم كناخذ القياس، الا قلت كاس كناخذ هذا القياس وهذا صافي. كنخليه حتى هذا كناخذه قبل الغدا. بالنسبه للحبوب الخله كناخذ ملعقه صغيره، كتفوتش ملعقه صغيره ممسوحه يعني ممسوحه بهذه الطريقه. وكنخوي عليها الماء طيب حتى هي هذه كتشرب. كنحرك حبوب اللقاح، كنحرك الخله صافي. هادو كنخليهم ما كتخليهم حتى المهم حبوب اللقاح كتاخدي قبل الغدا. من بعد الغدا كتاخدي هاد الخله. المهم ملي كتبغي تاخديها كديري ملعقه ديال العسل الحر، هو هذا. انا حتى كتبرد وكنبغي ناخدها عاده كندير قدها شويه، وكناخذ واحد الملعقه صغيره هنا كنخلط به هاد. ممكن ديري في ملعقه هنايا، ديري ملعقه هنايا، يعني ملعقه في حبوب اللقاح، ملعقه في الخله، العسل الحر طبيعي. مهم من بعد الغدا بنص ساعه ملي كتشربي الدواء، بنص ساعه بعد الاكل كتاخدي الخله، كتجلسي بواحد نص ساعه وكطلعي للشمس. يعني ضروري تعرضي للشمس، لان الشرط الوحيد انك تعرضي للشمس. اذا كان لك في وجهك كتبدي ب10 دقائق للوجه، وكل نهار كتزيدي دقيقه، كتبقاي تزيدي. بالنسبه للاماكن الاخرى اللي ديال الرجلين، لان هما اللي كيتعطلوا في العلاج، كتعرضي للشمس ربع ساعه، ثلث ساعه، نص ساعه، ساعه الا ربع، حتى كتولي ساعه. يعني انت كتعرضي للشمس، يعني الشمس اوبليجي انك تعرضي للشمس. بالنسبه للدواء كتاخدي 3 ايام، والنهار الرابع ما كتاخديش، كتعرضي للشمس فقط. كتشربي تاني 3 ايام وكتعرضي تاني للشمس. النهار 4 ايام ما كتشربيش الدواء، ولكن كتعرضي للشمس. بالنسبه المهم اللي غادي تواصلوا مع الاخ فاتح، غادي يطلب منكم يعني التحاليل. التحليل اللي كتاخذوا ديال الغده الدرقيه، ديال الكوليسترول، ديال الشحمه الدهنيه. مهم التحاليل انا باقا ما درتهمش. مهم كديري هاد التحاليل. كيطلب منكم التحاليل، كيطلب مكملات غذائيه. المهم انا غنخلي لكم تواصلوا معاه في التليفون ولا في الواتساب، ولا المهم راه كيدير لايفات من السبت للسبت كيشرح لك بالتفصيل الممل. انا غير وريتك الطريقه ديال يعني التجربه ديالي، انني بديت العلاج والحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد، لقيت واحد النتيجه. يعني واخا بديت معطله حتى شهر 9، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. يعني اللي بغى يتبع هذا العلاج يتواصل ويتوكل على الله. فنتمنى من البنات تعملوا لايك واشتراك تبارطاجيو هذا الفيديو. المنفعه انا بغيت نخليها صدقه جاريه، وحتى ننفعوا بها الناس مساكن اللي فيهم البهاك وفيهم البرص، لان لا حول ولا قوه الا بالله. الناس ولات كت
يعني الناس ولات كتشكى منها بزاف، لان لاحظت انها انتشر هاد البهاق وهاد البراس بزاف بطريقه غير يعني بزاف من الاعصاب من بزاف. لا حول ولا قوه الا بالله. وكاينه واحد ما ننساش انني كاين واحد البوماضه انا غنصورها لكم، حتى هي راه كتعاون، غير هي ما تكثروش منها بزاف. ملي كتعرضوا الشمس في الليل ديروها في الليل، والصباح غسلوها. انا ما كنديرهاش يومين، كندير نهار وكنبقى يومين 3 ايام بعدا كنديرها. راه حتى هي مزيانه وفعاله للبهاق والبرص، يعني كديروها مع العلاج. فكنتمنى البنات نكون فدتكم، وما تنسوش هذا الفيديو تبارطاجيوه باش يعني على الاقل يستافدوا منه الناس مساكن اللي كيقلبوا على العلاج. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى منكم الدعاء بالشفاء للجميع.